السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض طبق البامية التحفة دوت وطبق المسقعة، بجد حلوين جدا جدا. الأكلة دي بقى حلوة قوي، بامية كده مع المسقعة بالعيش، حلوة جدا جدا. وفي ناس كتير بتحبها بالرز، انتي حسب ما بتحبيها بتاكليها. بجد طعمها حلو قوي وريحتها ولونها حلوين جدا جدا، بيتكلموا عن نفسهم. سهلة جدا وبسيطة في طبخها. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ ونشوف. معايا هنا بصلاية كبيرة مقطعاها تقطيع كده عشوائي كده بالسكينة، ممكن تفرميها لو انت مش حابة البصلة تبان في الأكل. وحطيت لها شوية من الزيت، وهنبدأ نديها كده تشويحة زي ما انتوا شايفين، تشويحة بس، أنا مش هحمرها ولا حاجة. بعد كده هنزل باللحمة عليها. حطيت كده الكمية بتاعت اللحمة بتاعتي اللي أنا جايباها، وكان عندي حتتين في الفريزر حطيتهم كمان عليها. تمام. هديها بقى تشويحة كده مع البصلة، هي هتاخد لون كده مع البصلة حلو يعني. مش يعني انا ما رضيتش احمر البصلة قبل ما احط اللحمة، يعني قلت الاتنين يتشوحوا كده مع بعض الاول، تاخد اللحمة صدمة كده الاول مع البصلة، وبعد كده نشوفها بعد ما اديناها تقليبة حلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، بهارات بسيطة قوي، ملح وبابريكا وكمون وكزبرة. هنديها برضو تقليبة كويسة معاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنسيبها على النار شوية وهنتابعها مع بعض. هنديها تقليبة اهي، بصوا خدت لون حلو قوي، البصلة خدت لون حلو. هنزل عليها بمعلقة من الصلصة، لاني الطماطم بتاعتي فاتحة قوي، يعني مش مثلا حمرة، لو حمرة بكفاية او كويسة يعني مش هحط صلصة خالص. بس انا عشان الطماطم فاتحة وكنت مفرزاها معاكم في الفريزر، طلعت الكيس كده وعملته. ده لونها بصوا يعني حلو جدا. هنزل بقى بالطماطم اهي، طلعت من الفريزر وعملتها في الخلاط، عصرتها ونازله تحس ان هي متجمده كده. هفككها كده مع اللحمه كده، وهسيبها تتسبك كده براحتها. هتاخد لون معانا حلو قوي، هتشوفوه دلوقتي. وانت شفتوه طبعا في اول الفيديو في الباميه، كان حلو قوي. تمام. هنغطي عليها ونسيبها تتسبك. معايا هنا 3 بتنجانات وفلفل، هنقطعهم كده مكعبات ونشوف مع بعض. هما اتقطعتهم وغسلتهم وحطيتهم في ميه نضيفه، وهنزل عليهم بحوالي ربع فنجان من الخل كده. والخل ده حلو قوي، بيخليكيش البتنجان يشرب زيت معاكي خالص. حطينا طاسه على النار وهنحط فيها نص كوبايه من الزيت. دي نص كوبايه هتقلي كميه البتنجان كلها. وهوريكوا دلوقتي بقيه الزيت اللي اتبقى من قليه البتنجان. بجد ما استخدمتش الزيت تاني، يعني البتنجان معروف ان هو بيشرب زيت معاكي كتير، والقرنبيط والحاجات دي، بس مع شوية الخل دولت بينطروا معاكي الزيت، ما بيخليهمش يشربوا زيت خالص. هنطلع بقى ونحط الباقيين، وكده خلصنا تحمير البتنجان والفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبقية الزيت اهوت في الطاسة نص كوباية، والله ما حطيت غيرها. اهي بصوا، دول اللي اتبقوا منهم هصفيهم طبعا ونكمل بيهم بقية الوصفة بتاعتنا. هنا معايا اللحمة، طبعا زودتها بعد ما اتسبكت، زودتها مية عشان اللحمة طبعا تستوي. تمام. هسيبها برضو تهدى يعني، تغلي شوية، ونشوف نجيب بامية من اللي احنا مفرزينها مع بعض في الفريزر. حلوة قوي ولونها تحفة خضراء، كأنك لسه جايباها دلوقتي طازة. حطيت كيسين كده بالشكل دولت اللي انتوا شايفينه. هحط كده الصلصة كده عليها، وطبعا هسيبها برضو تتسبك وتاخد السوا بتاعها مع اللحمة ومع الصلصة، هتتقل معانا وهتدينا قوام حلو برضو زي ما شفت في اول الفيديو. بصوا لون البامية، بجد طريقة التفريز دي حلوة جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي. تمام. هسيبها بقى تفك فيها هي البامية، بصوا شكلها بوضحها اكتر. هسيبها بقى تفك براحتها ونشوف نعمل ايه تاني. حطيت معلقه من التوم المفروم اللي احنا برضو مفرزينه مع بعض، لونه ابيض وجميل جدا وفاتح، وعايزه اقول لكم ريحته وطعمه ما اتغيرتش خالص، ولا تقولي بقى من التفريز هيروح منه الماده العطريه بتاعه الزيت بتاعه التوم، لا ما راحتش والله. حمرنا كده معلقه التوم ونزلنا عليها ب4 حبات من الطماطم متقطعين تقطيع صغيره بالشكل دوت. هنديها كده تقليبه، وهسيبها تاخد تسبيكة كده معاها شوية، ونبص على البامية. هنحط هنا معلقة الملح اللي احنا ما حطيناش ملح في اول الفيديو،
معلقة كده ونقلب، ولو عايزة تانية احط، ما عايزتش خلاص، هي لسه ما غليتش لان البامية لسه ايه فيها جزء متجمد شوية. غطينا على البامية وجينا هنا حطينا معلقة من الصلصة على الطماطم، هنديها برضو ايه تشويحة كده مع الطماطم، تشويحة حلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنحط البهارات برضو بسيطة معانا هنا، ملح وفلفل وبابريكا وكمون ومكعب من المرقة، بيديكي تيست تاني خالص وطعم تاني حلو جدا جدا في المسقعة. وعادي ممكن تستغني عنه، هيديكي تيست برضو حلو وطعم حلو جدا جدا. هننزل بنص كوباية صغيرة من المية على الخليط بتاعنا دوت، اللي هو الطماطم بقى بالصلصة ببهاراتها، تقليبة حلوة كده، وهنسيبها تتسبك كده عشان الطماطم تستوي معانا وتدينا طعم حلو في البتنجان، في المسقعة بتاعتنا البسيطة القرداحي دي. طبعا معانا البامية باللحمة فمش محتاجين نحط لها حاجة. حطيت كده الفلفل والبتنجان كده اهوت، وهديهم تقليبة حلوة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنشوف مع بعض لونها حلو قوي وطعمها بجد الولاد يعني كل شويه يقولنا حط لنا منها، حط لنا من كتر طعمها الحلو وشكلها كمان كان تحفه، يعني كانت بسيطه كده بس طعمها كان حلو قوي. حطيت هنا معلقه توم على نص معلقه كزبره على نص معلقه كمون، وتعالى ننزل بيهم ايه على الباميه بتاعتنا. الباميه خلاص داخله على السوا، يعني المفروض ان هو 5 دقايق واطفي عليها. نزلت كده بالتومة والكمون والكزبرة عليها وهديها تقليبة، بتدي ريحة ونكهة تانية خالص وبتبقى حلوة جدا جدا. تمام، هي خلاص اهيت، بقولكوا ان هي خلاص قربت تخش على السوا، هنطفي عليها ونغرف مع بعض كده اهوت. بصوا البامية بقى بعد ما اتسبكت وهديت كده، لونها حلو قوي، حلوة جدا يعني، جربوها بجد هتعجبكم قوي بالطريقة البسيطة والحلوة دي. ممكن تعملها من غير اللحمة لو مش موجود عندك، عندي خالص مش شرط اساسي لحمة يعني. وطبق المسقعة، الغدوة بتاعتنا كانت لذيذة جدا وطعمها كان حلو. يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوها وتكتبولي في الكومنتات ان شاء الله. استنوني فيديو جديد، مع السلامة.